من أبناء شعبكم ومن قيادة الشعب والدولة، وهنيئا لكم بعيدكم. وفي هذا العيد المجيد يحضر أمامنا رجالنا الأعزاء، رجالنا الخالدون، شهداؤنا الذين رفعوا في هذا العيد المجيد يحضر أمامنا رجالنا الأعزاء، رجالنا الخالدون، شهداؤنا الذين رفعوا رأسنا عاليا وقدموا المثل الأعلى في الشجاعة والتضحية، فتحية لهم وعهدا لهم أن جميع أبناء العراق الذين جعلوا من أنفسهم مشاريع للاستشهاد سيواصلون المسيرة وسيحفظون العهد. وتحية لأهلهم، لأبنائهم الذين يرفعون هاماتهم عالية، لنسائهم اللواتي يرفلن بالعز والمجد، وشكرا للآباء والأمهات الذين أنجبوا خيرة الرجال. والحمد لله على ما وهبنا من قوة وما هدانا به من عزم على طريق المبادئ والشرف. وأنتم أيها الأجداد العظام، يا من تراقبوننا من عليين، أيها العظيم يا أحسن الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، رمز المبدئية علي كرم الله وجهه، ويا رمز العدالة عمر رضي الله عنه، ويا جدنا رجل الجهاد والمبادئ جدنا رجل الجهاد والمبادئ الحسين عليه السلام. هل أرضيناكم؟ وهل أوفينا بالعهد والنسب؟ اللهم اشهد أننا نعمل من أجل شعبنا مسترشدين في عملنا بتراث الأمة وروح السماء، وبهذه الرموز العظيمة في جهاد أمتنا ودورها الإنساني في نشر العدل والحرية والخير. أيها الشعب العراقي العظيم، وأيها المقاتلون الأبطال، يقينا أن أرواح أجدادكم
الشعب العراقي العظيم وأيها المقاتلون الأبطال، يقينا أن أرواح أجدادكم راضية عنكم الآن ومليئة بالفخر والاطمئنان على أحفادها الذين ولدوا في ركن من هذه الأرض بعد 14 قرنا. ولدوا في هذه الأرض المجاهدة في العراق الأبي العظيم ليملأوا هذا الركن عدلا وعطاء، وليمتشقوا سيوف الحق ضد الباطل، وليرفضوا الجور والذل وتنكيس الرؤوس أمام المعتدين الغاصبين.